للأسف الواقع حقيقة أكثر من مأساوي. الناس بالفعل تتضور جوعا في قطاع غزة لأول مرة. كل سكان قطاع غزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يتضورون جوعا. رحلة البحث عن الطعام فقط للبقاء على قيد الحياة هي رحلة اليوم بيقودها كل فلسطيني بيقودها في قطاع غزة. كل سكان القطاع بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. على الأقل 500 ألف شخص في القطاع يعانون من الجوع الشديد. شخص من بين 3 أشخاص يقضي أيام بدون الحصول على طعام في قطاع غزة. بالتالي الوضع كثير صعب. بحسب آخر الإحصائيات أيضا الصادرة عن اليونيسف نحكي عن 90 ألف طفل اليوم هم بحاجة للعلاج من سوء التغذية. خلال الأيام الأخيرة نلاحظ زيادة في دخول حالات مختلفة من المواطنين إلى داخل المستشفيات بيعانوا من أعراض سوء التغذية والإعياء الشديد بسبب عدم توفر الأكل. اليوم ما في خيارات متاحة أمام الناس. كل المواد الغذائية تقريبا نفذت. اللي كان موجود بالمخازن نفذ بشكل كامل، واحنا بنحكي عن أكثر من 4 شهور من إغلاق المعابر، وبالتالي حتى ما كان مخزن قد نفذ بالكامل. لا يوجد أي خيارات متاحة سوى الذهاب إلى مصائد الموت. نتحدث عن 4 مصائد للموت، 4 مراكز لتوزيع المساعدات التابعة لما يسمى بمنظمة غزة الإنسانية. يذهب الناس هناك يخاطرون في حياتهم، يجتازون مخاطر كثيرة، يمشون ساعات طويلة من أجل الحصول على ما تيسر لهم من طعام. إما أن يعود الشخص شهيدا أو جريحا، أو إذا حالف الحظ يعود بالقليل من الطعام. وبالتالي باقي العائلات، نتحدث عن عائلات بأكملها، مش قادرة توفر القليل من الطعام لأطفالها. اليوم سعر كيلو الطحين بتراوح ما بين 45 ل 60 دولار للكيلو الواحد، وبالتالي فيش خيارات قدام الأب أو الأم لحتى يوفروا الأكل لأولادهم. وغير شعور العجز، شعور العجز هو سيد الموقف اليوم في قطاع غزة. وللأسف كما ذكرت المجتمع الدولي لا يحرك أي ساكن رغم خطورة الأوضاع. المجاعة تتجسد وتتعمق أمام أعيننا. المجاعة ليست بفعل عوامل طبيعية، وإنما بفعل الإنسان. نحن نحمل سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف المدنيين في قطاع غزة اليوم، الذين يتضورون جوعا في ظل استمرار إجراء الاحتلال بالإبادة الجماعية، قتل الناس وتجويعهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية. آلاف الشاحنات موجودة على الحدود تنتظر السماح بدخولها من أجل أن يتم توزيعها على الناس الذين هم بأمس الحاجة إليها. طيب. ولكن للأسف لا زال الاحتلال يواصل سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين في القطاع. فيما